السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ كل سنة وانتم كلكم طيبين. كلنا دلوقتي مشغولين بتجهيزات رمضان. رمضان كريم. من التجهيزات اللي انا بحبها قوي الصدق البقالي. احيانا كده ما ببقاش فاضية زي اليومين اللي فاتوا وبعدت اشتريه، لقيته بجد بجد رديء جدا وغالي جدا، وما تعرفيش هم حاطين له ايه بصراحة، فصممت ان انا ارجع تاني واعمله في قلب البيت. هقولك النهاردة طريقة جميلة ولذيذة ينشف معاكي كده ويبقى حلو قوي، ومقدار 4 أيام تاكلي أحلى صدق بقالي. بجد بجد تحفة جدا جدا، والكمية بتاعته بتبقى مضاعفة. يعني ما شاء الله تبارك الله، بإمكانيات بسيطة تقدري تعمليه لولادك. احشي بقى سمبوسك، اعملي بقى على البيتزا، اعملي طبق البيض الواو دوت اللي بيبقى على السحور بقى كده حاجة تفرح. حطيه بقى كده في الجلاش، بيبقى بجد بجد تحفة. بشوية حاجات بسيطة كده هنضاعف الكمية بتاعتنا ونعمل أحلى صدق بقالي. بصي شكله عامل ازاي في طبق البيض، يا نهار أبيض. حاجة كده أمان يا لالي، حاجة كده بتزغرط. بصي شكله جميل ازاي، بجد بجد طريقة تحفة. بصي مبدئيا كده كيلو اللحمة المفرومة بياخد مننا حوالي ربع كيلو من الممبار او من العصبان. هنجيب كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليهم معلقتين حلبة مطحونة، هنحط عليهم توابل الصدق الجميلة دي وتجيبيها نوع حلو، هنحط عليهم بابريكا مدخنة، واظبطي بقى الفلفل الاسود وحطي الملح بتاعك. هنجيب ربع كيلو هنا من الفول الصويا. والفول الصويا طبعا انا هحط له ميه مغليه عشان بعد كده يبقى طري وحلو. وبعدين نقوم حاطين الربع كيلو ده بعد ما نصفيه كويس جدا، نقوم حاطينه على الخلطه الرهيبه دي. نحط معلقتين توم واظبطي البابريكا عشان تبقى حلوه. بصي هنا بقى ودققي كويس جدا على طريقه الحشو. انا هنا بصي صباعي عامل ازاي، هاخده كده الطرف واقلبه وبصباعي كده وهدخل. انا عندي المفرمه، وممكن كنت احطه في الصاروخ بتاع المفرمه الكهرباء وانجز، بس انا حبيت اوريكي ان انتي بايدك حتى ممكن تعمليه. مش بياخد منك حاجه والله، بجد ما بياخد اي وقت خالص. يعني من اسهل الحاجات، ودي طريقه حشوي على فكره. حتى لو انا هجيب ممبار واعمله بالرز، دي طريقه الحشو اللي انا معتمداها. بتبقى بالنسبه لي منجزه بسرعه جدا، ما باخدش وقت فيها. وانا واقفه كده بقوم حاشيه على طول. بصي يعني هحشي كل الكميه بتاعتي. بصي خدي الطرف الاولاني وقومي قلباه وقومي بصوابعك ومدخله. احشي بقى، اعملي صدق بقالي، اعملي صدق عادي، بس طبعا العادي لازما تجيب الهانك بقى بتاع الخروف. وعلى فكره صدق البقالي برضو بس الارخص بصراحه. الارخص اللي انا جبته ان انا جبت العصبان او الممبار من عند الجزار. يعني انا جبت نص كيلو وفاض منه خدت نص الكمية، يعني كده تقريبا ان الكيلو اللي انا عملته بعد مضاعفة الكمية بتاعتي لما انا حطيت الفول الصويا خد مني ربع كيلو. بصي الكمية بتاعتي بقت جميلة ازاي، ما شاء الله، طريقة بجد بجد تحفة. هخلص الكمية بتاعتي بقى كلها واقولك هنعمل ايه. اولا بصي انا ربطته كده، لما انتي بتروحي الهيابر الكبيره بقى، رحتي هايبر كارفور، بتلاقيه متني نفس التانية دي، وممكن تسيبيه واقف بالطول. انا هربط الطرف الاولاني، لما تيجي تحشي سيبي جزئيه فاضيه، هربطها كده بالخيط. هجيب خيط شديد واقوم ربطها، واقوم رابطه الطرف التاني معاها. لو انتي عايزاه واقف بالطول يبقى هتربطي الطرفين وتسيبيه، لكن انا هخليه ياخد نفس العوجة او النص دايرة دي زي ما بشوفه كده في فتح الله وكارفور. بصي بقى كده نبتدي بقى اعملي له بقى علقة. هو اساسا هو اساسا نص دايرة مفرغة، فبالتالي هيتعمل بسرعة. اربطي بقى ربطة حلوة كده. وفي حاجة مهمة جدا لما تيجي تعملي صدوق البقالي، دي لازم تعمليها عشان يديكي تيست ويبقى حلو جدا. تجيبي بقى هنا آه ادي دي العصايه بتاعت الشيش طاووق. هنبتدي نخرم كده داير داير، لازم تدي التخريمه دي عشان الهواء يطلع، عشان الحاجه ما تفسدش منك، لان هو هيقعد حوالي 4 ايام في الهواء.
بتنقي كده حتة يكون الهوا داخل لها وما يكونش الشمس طايلاها، يعني يكون هوا بس، وتقومي حاطاه معلقاه ينشف من على الجنبين كده. طلعي الهوا، يعني ادي بقى خروم داير داير كده ما بين كل خرم وخرم كده 1 سنتي مثلا، او اقل كمان، نص سنتي. هبتدي بقى هنا كده هيقعد معايا 4 ايام بالظبط. بصي بسم الله ما شاء الله، يعني انا بستاهل انا ما حطيتهمش على الميزان، بس انا لو حطيتهم على الميزان هيوزنوا. بصي بقى هنا بعد 4 ايام بالظبط، لما تلاقيه كده الجنب بتاعه نشف تقومي قلبها على الجنب التاني، لو الجنب التاني مثلا بلمسه حيطه او حاجه. بصي ما شاء الله، انا عايزه اقولك ان الولاد ما صبروش يعني انا جيت من الشغل لقيتهم واخدين واحد وعاملين عليه ايه، واخدين منه وعاملين عليه طاسه بيض والكل اتعشى والدنيا بقت اخر مزاج. معلقتين الحلبه المطحونه هنا بيدوكي طعم كده، تحسي كده ما بين الصدق البقالي والبسطرمه. بجد بجد بتبقى تحفه جدا، وصفه بجد بجد تجنن. يا ريتك تجربيها بجد، هتكسبي كتير ولا انكيش تشتريه من بره. ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. حبيبه قلبي بحبك في الله كتير، بجد بجد وصفه معتمده بنعملها من زمن طويل. اسيبك في حفظ الله، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.